دابا البلان هما فيه هو ان دابا واحد الكارثه، واحد الجريمه وقعت دابا في المغرب، وما بين طريق السيار ديال المغرب ديال كازابلوكا الدار البيضاء، والسيد كيسكن في قنيطره. فهمتي هاد الدري هذا خدام في اندرايف بحال اي شاب في المغرب، هو فهمتي خدام عادي بحالو بحال الناس، خدام حتى بين ليله وضحاها غادي يلقى راسو في عداد الاموات، يعني بسبب الجريمه ديال شي واحد خطفو ودا ليه السياره ديالو قتلوه لاحوه في الخلا. هذا الامر هذا خطير جدا وخاصو توعيه، فهمتي توعيه بالخصوص الشباب دابا اللي خدامين في اندرايف والناس كاملين، يعني ماشي الشباب، راه الشباب والناس كبار كلشي خدام في هادشي ديال الاندرايف، خاصنا فهمتي ننبهوهم ونحضروهم بان الامر راه خطير. راه فهمتي مثلا علاش الناس دايرين دابا، علاش الطاكسيات الحمراين عندهم واحد فهمتي واحد الرخصه ديال الكونفيونس الى اخره، وعندهم واحد الوقت محدد كيخدم فيه. فهمتي خاصكم اخواني الخوتي اندرايف، خاصكم نتوما تخصصوا واحد الاوقات، فهمتي اوقات اللي تكون اوقات اللي تكون فهمتي محميه، وقت يكون سيكوريزي. كيفاش زعما كيفاش نشرح لكم البلان سيكوريتي؟ هو ان تخدم مثلا الاوقات اللي ما تكونش خطيره على الصحه ديالك وعلى على السياره ديالك وعلى الحياه ديالك اون جينيرال. يعني مثلا انت غادي عندك السياره ديالك كتخدم في التطبيقات ديال الاندرايف وتتفكر كتقول اجي انا ندير واحد البلان نخليه حتى نخدم حتى الليل، حتى ل 11 الليل عاد نمشي نبدا نهبط ونبدا نقلب على الكليان. واش كاين شي كليان؟ كيفاش غتلقى هذا الكليان هذا اللي كيخدم بعدا بالليل؟ كيفاش كيداير هذا الكليان؟ اغلبهم غتلقاهم مسكرين، فهمتي الشماكريه، فهمتي عندك المجرمين اي نوع بغيتي من البشريه غتلقاهم في الليل، فهمتي اخطر المجرمين غتلقاهم. فمن الاحسن فهمتي من الاحسن انا كنصح اصحاب التطبيقات ديال الاندرايف انهم يشتغلوا بالصباح ولا العشيه، وما تمشيش اخويا تغامر براسك انك تمشي شي بلاصه بعيده وتشوف بنادم عاوتاني عزل بنادم اللي غادي تهزو، اللي فهمتي اللي غيركب معاك في السياره، وسواء امراه ولا راجل. فهمتي شوف واش انسان كيبان لك ممكن انك تهزو في طوموبيلتك ولا لا، حيت راه ما كاينش ماشي غير اي واحد كيجي يركب معاك، يعني راه انت في واحد الخطر. اصلا اندرايف غير قانونيه في المغرب، وفي نفس الوقت انت معرض للخطر من طرف يعني في المجرمين، لان هنا في البلاد راه عامره مجرمين. خاصك ترد بالك، وكنتمناو من الدوله انها دير واحد القانون فهمتي ينصف هاد التطبيقات، انهم زعما يدخلوا هاد التطبيقات تاعهم في القانون، لان هادشي كنظن ان هادشي راه غادي يدخل مع الوقت، لان كاع الدول راه كتستعمل اوبر وكتستعمل هادشي ديال لي زابليكاسيون. حنا في المغرب راه غايجي واحد الوقت غادي يولي فهمتي قانوني. ممكن ان الدوله فهمتي تقدر الدوله انها تشد هذا التطبيق هذا تردو ديالها فهمتي اوفيسيال، يولي عندك هاد الدوله فهمتي الحكومه، يعني تقدروا تشدوا هاد لابليكاسيون تولي ديالكم فهمتي، يعني غوفرنمون تولي ديالكم، الشباب يخلصوا عليها ضرائب وداك الشيء ماشي مشكل فهمتي، حتى هي مزيانه بحال بطاقه مقاول ذاتي. فهمتي ما يعني كاين واحد الخطوره كبيره بالنسبه للشباب، وهذا الشاب هذا واحد من الشباب اللي فقد الحياه ديالو، وكنتمناو من الهديه له الصبر والسلوان. كيف كتشوفوا الاخوان ما بغيناش حنا نطولوا في الفيديو بزاف فهمتي، فيديو حزين، فيديو فهمتي يعني غير صار ولا يبشر بخير. يعني كتشوف واحد الشاب انه في مقتبل العمر الدوله يطيروا ليه فهمتي الحياه ديالو، طيروا ليه السياره ديالو وحرقوه صاحبي. تا شوف بنادم كيداير فين وصل في الاجرام في هذه البلاد هذه. تخيل بلادنا البلاد العزيزه المغرب اللي فيها كان عايشين بين مجرمين. تخيل معايا اننا نعيش بين مجرمين في هذا البلد هذا، يعني تخيل معايا اخي كيفاش ان واحد تعطيك الرحمه ان يعني القلب ديالك ما عرفتش كيفاش غادي يكون باش انك تشد واحد الشاب وتحرقوا ودير ليه الطوموبيل ديالو، واخا يكون فهمتي هذا فعل جرمي، هذا خاص يتعاقب عليه قانون. كنتمنوا من المخزن يعني والسلطه المحليه والدرك الملكي انهم يقوموا بالعمل ديالهم، لان هذا الامر هذا راه مهم. يجب القيام بالعمل ديالكم
يعني خاصكم تبينوا لنا دابا الخدمه ديالكم، تبينوا لنا انكم كتحميو البلاد من في الامن والامان. يعني هنا هذه هي الفرصه باش انكم المخزن انكم تقوموا بالعمل ديالكم الجبار، لان هاد المجرمين هادو ما خاصهمش يفلتوا من العداله، لا يجب ان يفلتوا من العداله. يعني يجب القبض عليهم في اقرب وقت، لان هذا الامر خطير جدا، ويجب تشديد العقوبه بخصوص السارقين والمجرمين، فهمتي، جميعا جميع جميع الجرم، اي كان سرقه او قتل او تعدي او اي حاجه، يجب الحكم يكون صارم في هذا الشيء، لان البنادم طغى في هذه البلاد. يعني التعدي ولا كثير، هذا الشيء ما كنبغيوش. بغينا حنا البلاد ديالنا تكون السيف، تكون فهمتي بلادنا تكون بحال دوله الامارات، فهمتي، تكون الامن والامان، الانسان يمشي فهمتي مرتاح البال، والدينا وخوتنا وخواتاتنا يشوف امن وامان، فهمتي. ما بغيناش حنا نشوفوا بنادم كيدور يعني غادي وحاضي مع جنابه، فهمتي. راه هذا الشيء راه ما فهمتي. ولا كنتي مثلا انت بغيتي تدافع على راسك وضربتي شي واحد فيهم في هاد السارقين ولا شي واحد، كتولي انت تايا كتحاز الى العداله من اجل الحكم عليك لانك انت ضربتي او فعلتي لي كذا. يعني هذا الامر هذا راه يجب وزاره العدل انها تقوم بتطوير يعني الفصول وتحديد فصول جديده، يعني فهمتي، وتكون عادله. العدل بغينا حنا العدل، هادشي اللي بغينا حنا في البلاد. والله ينتصر ملكنا محمد السادس نصره الله وحفظ ابنه مولاي حسن المرضي الوالدين، الله ينصره والله يخليه لينا، وان شاء الله بلادنا راه غادا في تقدم الحمد لله، فهمتي. انا ديما تنقول ان البلاد ديالنا المغرب غادي في تقدم، فهمتي، تطور جميل جدا، والحمد لله الامن والامان هادشي اللي عجبنا في البلاد. وتحياتي لكم يا اخوان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.